أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. يا كل شيء لك، يدك، رجلك، عيونك. من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة بعدها سبحان الله. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. ما أقدر إيش أقول عنهم، إيش أقول، مهما تكلمت ما بقول شيء. لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمنية عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في عيد أو مناسبة أحضنها. تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني. لكن لو سألتكم أنتوا الآن، متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون، متى آخر مرة ضمت أمك؟ الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف. الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، ايش هتعمل؟ رد علي. تاخذ ملايين، شربت الملايين ما نزل شيء، ايش حتسوي؟ تروح المستشفى. طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، ايش حتسوي؟ عملية مستشفى. طب أنا لي 16 سنة كل 10 أيام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف أسوي؟ كل 10 أيام أروح المستشفى. عندي أمي الله يعطيها العافية تخرج لي بطني بيدها، اللي بطني تخرجه بيدها. من يسوي لك كذا غير أمك؟ وانت تفضل زوجتك على أمك، والله تفضل ولدك على أمك، تفضل صاحبك على أمك. الحمد لله. فين قسوة القلوب هذه؟ الله يرحمنا ورحمته. حرمة دقت علي حرمة، وكان عندي محاضرة، قالت أبغى أكلم عبد الله، رد عليها خالد صاحبي، قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية. قالت له أسألك بالله، قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم إنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت إنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني. قاسية قلوبهم، قاسية قلوب الناس. اتقوا الله والله، الزم رجلها بالجنة تم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تتجرى على أمك وأبوك وتبر صاحبك وصديقك. قتلوهم. اي والله قتلوهم. أربعة أبناء يقتلوا غضبهم منهم. قال الشاعر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا
بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر، فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر، كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة، من الآن أنا حج له أو عليه